لم تعرف لا العلمانية ولا الليبرالية إلا منذ مجيء الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة بدءا ببونابرت 1798. إذن الليبرالية والعلمانية نتاج غربي لظروف غربية تعلق بموقف الكنيسة وجمود الكنيسة وجمود اللاهوت الكنسي، فكانت الليبرالية والعلمانية رد فعل لهذا الجمود الكنسي وللظروف التي عرفتها أوروبا والتي لا داعي للإطالة في الحديث عنها. إذن منذ اللحظة الأولى نستطيع أن نقول أن الليبراليين والعلمانيين هم أحفاد بونابرت، فكرهم قبلتهم من الغرب. إذن في اتفاق على أن هؤلاء القوم هم أهل التبعية والتقليد للنموذج الحضاري الغربي، لا علاقة لهم بأصالة الأمة ولا بتاريخ الأمة ولا بدين الأمة، ولو كانوا من الأمة. طبعا يلبسون ثيابنا ويتحدثون لغتنا، لكنهم امتدادات سرطانية لهذا النموذج الحضاري الغربي. نأتي إلى التعريف. هناك كثيرون من هؤلاء يهربون من مصطلح العلمانية، لأن أصبحت العلمانية بعد الدراسات الطويلة التي كتبت عنها تعني بوضوح أمام الأمة أن هؤلاء يريدون فصل السماء عن الأرض. عالم الغيب، الدين، الوحي، كل ما له صلة بالوحي وبالدين يريدون حجبه عن الأرض. لأن معنى العلمانية هي نسبة إلى العالم، وذلك كان المفروض الترجمة تكون العالمانية، إنما هي أصبحت مصدر غير قياسي وشاع مصطلح العلمانية. هي نسبة إلى العالم لأنها تزعم أن العالم مستقل بذاته، ليس في حاجة إلى مدبر يدبر شؤونه من خارج الطبيعة ومن خارج هذا العالم، وأن الإنسان مستقل بذاته غير محتاج إلى شريعة وإلى دين وإلى وحي يدبر شؤونه من خارج هذا العالم. إذا العلمانية ولذلك هي علمانية نسبة إلى العالم وليست علمانية نسبة إلى العلم. إذا هذا هو مصطلح العلم بوضوح وفي كلمة، أنها تزعم أن الإنسان سيد هذا الكون، ولذلك فحريته لا سقف لها. وذلك كل المجتمعات الليبرالية والعلمانية في الوقت الذي نتحدث فيه الآن تبيح وتقنن كل المحرمات من الزنا بالتراضي إلى الشذوذ الجنسي. ده كله الاتحاد الأوروبي الآن شرط دخول الاتحاد الأوروبي أن يكون مفهوم الحرية، المفهوم الليبرالي للحرية هو أن الإنسان باختياره وبالتراضي يصنع ما يشاء. إذا هي ترى في الإنسان سيدا للكون. لا يمكن قبول هذه الفلسفة وهذا المفهوم في إطار الإسلام. لماذا؟ لأن رؤية الإسلام والمسلم للكون أن الإنسان ليس سيدا للكون، وإنما هو خليفة لسيد الكون، وكيل نائب. والخليفة والوكيل والنائب له حرية، ليست الحرية الليبرالية، والحرية الليبرالية لا سقف لها من الدين، إنما حرية الخليفة محكومة بإطار عقد وعهد من استخلف هذا الإنسان. إذا الإنسان حر، وفي الإسلام الأمة مصدر السلطات، لكن ليس بالمعنى الليبرالي، لأن بالمعنى الليبرالي أنها تصنع ما تشاء، البرلمان يستطيع أن يحل الحرام ويحرم الحلال. إنما في الإسلام الحرية، حرية الخليفة حر في إطار ثوابت العدالة الإسلام اللي هي الشريعة الإسلامية. إذا مفهوم أن الإنسان سيد الكون هذا هو جذر الليبرالية وجذر العلمانية. وذلك الإمام محمد عبده له عبارة جيدة يقول: الإنسان عبد لله وحده وسيد لكل شيء بعده، لأنه سخر له هذا الكون. إذا الجمع بين سيادة الإنسان وبين عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى بفلسفة الإسلام في مكانة الإسلام للإنسان في هذا الكون. وبالتالي الذين يهربون
من مصطلح العلمانية، يخجلون من مصطلح العلمانية، لأنه أصبح واضح أن العلمانية هي اللا دينية، وبالذات إذا كانت علمانية شاملة تعزل السماء عن الأرض. يهربون من هذا إلى مصطلح الليبرالية، باعتبار يقول لك يا أخي الليبرالية هي الحرية، وهل أنت ضد الحرية؟ نقول لهم نحن لسنا ضد الحرية، بل نحن مشوقون للحرية، نجاهد في سبيل الحرية، لكن مفهوم الحرية عندنا هي مفهوم حرية الإنسان الخليصة لله سبحانه وتعالى، المضبوطة حريته بضوابط عقد وعهد الاستخلاف. ولذلك يعني نحن نعرف حرية هذا الإنسان بأنها الحرية التي في إطار الشريعة الإسلامية، وليست الحرية المنفردة. هو تعريفهم هم للحرية يا دكتور؟ هو الإنسان سيد الكون. يعني إذا كان يعني مثلا حرية الرأي عندهم ماذا تعني؟ يعني حرية الرأي عنده لا سقف عليها فيما يتعلق بالمقدسات وبالأديان وبكل هذه. يعني يسب الرسول صلى الله عليه وسلم كده، مش بس يسب الرسول، ده هو مهمته ورسالته اقتلاع الدين. أنا دون أن أتحدث عن أسماء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالستر، والرسول علمنا منهج ما بال قوم ولم يعلمنا أن نذكر الأسماء. واحد من هؤلاء الليبراليين أستاذ فلسفة في الجامعة ويدرس هذا الكلام للطلبة. ماذا يقول؟ إن الله لم يخلق الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي خلق الله. أعوذ بالله. يعتبر أن فكرة الله ده اختراع من الإنسان الجاهل الفقير المحبط المستعبد، فاخترع ذاتا ألقى عليها الصفات التي هو محروم منها. فإذا تحرر الإنسان وتقدم يبقى لا داعي لوجود هذه الذات، ويعتبر أن كلمة الإنسان الكامل أدق من كلمة الله، ويدعو إلى إلغاء كلمة الله من حتى من اللغة. شوف ماذا يقول أيضا: الإيمان هو الإلحاد، يدعو إلى تحويل الدين إلى أيديولوجية، وتحويل الأيديولوجية إلى فكر إنساني، أي تفريغ الدين من الدين. واحد آخر أستاذ في الجامعة اللبنانية دون ذكر أسماء بيقول: لا بد للتقدم والنهضة من خلخلة القناعات وزحزحة المعتقدات، ولا بد من نزع هالة القداسة عن الوحي بتعرية التقديس الذي يمارسه الخطاب القرآني، وذلك لتحقيق ايه الهدف بقى؟ وذلك لتحقيق مرجعية العقل وحاكميته وإحلال سيادة الإنسان مكان إمبريالية الذات الإلهية. ده كلام منشور في كتب موجودة في المكتبات وعلى الأرصفة من هؤلاء الليبراليين وهؤلاء العلمانيين. يعني ليس فقط. وأنت يا دكتور محمد تتحاشى أن تذكر اسم هذا، الأولاني حسن حنفي والثاني علي حرب. طيب دكتور محمد، يعني يقال بأن الليبراليين يعني هم سفراء غير معتمدين في الدول الإسلامية. أنت بعد هذا التعريف وبعد هذا المدخل، وأكيد بأن المشاهد لديه فكرة وتصور كامل، بالأخص عندما حوصر حجم العلمانيين في إطار ضعيف جدا، ثم خرجوا لنا بما يسمى بالليبرالية، وهي إنما صفحة أخرى من نفس المفاهيم ونفس المعاني. فيعني ماذا يريد هؤلاء منا؟ شوف، يريدون منا ما صنعته العلمانية بأوروبا. ماذا صنعت العلمانية والليبرالية بأوروبا؟ نعم. أنا نشرت كتيب هو يعني بحث لقسيس ألماني وعالم اجتماع، التقينا في حوار إسلامي مسيحي في مجمع الحضارة الإسلامية في عمان، مؤسسة البيت. الرجل كان البحث عن الدين والعلمانية، فقال خلاصة البحث، وأنا كنت أعلق على هذا البحث فنشرته لأهميته: شهادة ألمانية. عنوان كده نشرته: مأزق العلمانية والمسيحية في أوروبا، شهادة ألمانية. قال إن العلمانية قتلت المسيحية في أوروبا.
فأصبحت أوروبا فراغ من الدين. ثم عجزت العلمانية عن أن تجيب على أسئلة الإنسان اللي كان يجيب عليها الدين. فأصبحت أوروبا فراغا، لا هي مسيحية ولا العلمانية ملأت هذا الفراغ، فانفتح هذا الفراغ أمام كل العقائد المختلفة، من عبادة الشياطين إلى الأوثان إلى ديانات آسيا. أصبحت الحياة عبث. والإسلام، وقال الإسلام يتمدد في أوروبا لهذا السبب. أتعلم أن أوروبا الذي يؤمن فيها بوجود إله، مجرد يقول إن في إله 14%، الذين يذهبون للكنيسة 10%، فرنسا 8% الذين يذهبون للكنيسة، ويذهب إلى الكنيسة كأنه ذاهب إلى ماتش كورة، ليس هناك دين. ولذلك لماذا يتمدد الإسلام في أوروبا؟ لأنه أصبحت أوروبا ليست مسيحية. وذلك الآن الكنائس اللي موجودة في أوروبا كي تجتذب زباين لها تعمل ديسكو وتعمل، أوروبا ليست مسيحية. وذلك الآن الكنائس اللي موجودة في أوروبا كي تجتذب زباين لها تعمل ديسكو وتعمل اختلاط وتعمل، بل وتزوج الشواذ وفيها رجال دين شواذ. كان الشيخ الغزالي عليه رحمة الله يقول هذه الكنائس خانت مسيحيتها. إذا العلمانية قتلت الدين في اوروبا. اذا دي شهاده القسيس الالماني. انا بقى ان انا سؤالي هنا قبل ان تدخل في هذه المساله، يعني اذا لماذا المدن العربيه والحكام العرب يولون هؤلاء مناصب ووزارات كبيره؟ هل يعبثوا بالامه؟ اريد منك الاجابه بعد الفاصل. فاصل قصير ايها الاحبه ثم نعود باذن الله تعالى. قضايا معاصرة. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ديننا يأمرنا بالرحمة والرفق في القول والعمل، وأن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. الإسلام وسط في أحكامه وشريعته، والغلو والتطرف مذمومان فيه. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في البينة، وضيف هذه الحلقة المفكر الإسلامي المعروف الأستاذ الدكتور محمد عمارة. دكتور، يعني قبل الفاصل بعد أنت يعني في الفاصل الأول أو في الثلث الأول من هذه الحلقة وضحت للأمة سوء هؤلاء، فلماذا الأنظمة العربية والإسلامية تولي هؤلاء اهتماما كبيرا ويعني تعطيهم مناصب وأماكن يعني كبيرة، وزراء وما إلى ذلك في بعض الدول الإسلامية؟ شوف، هو الحكام في كثير من البلاد جهلة لا يدرون حقيقة هذا الفكر. جهلة في ماذا؟ يعني أولا هم ليس هناك حاكم عربي أو مسلم يدافع عن العلمانية، يعني على نطاق العالم الإسلامي ليس هناك، لأنه أصبح كلمة العلمانية ومصطلح العلمانية مفضوح. لكن المصطلح اللي فيه لبس والتباس هو مصطلح الليبرالية. أيوه، هم يتصورون أن الليبرالية هي الحرية، مفيش إنسان يعني بدء ذي بدء يعني يحاول أن الليبراليين هؤلاء مفهوم الحرية يتهمون المسلمين بأنهم جامدين، وطبعا في مسلمين جامدين، لكن يعني المهم احنا اولا بنتكلم عن الإسلام وبنتكلم عن التيار العريض من الإسلاميين وهم متطلعين للحرية ويجاهدون في سبيل الحرية ويدخلون السجون. التيار الوسط اللي تمتلئ به السجون في سبيل الحرية، عايزين يعني شورى وعايزين مؤسسات شورية والى اخره، لانه الدولة الإسلامية هي دولة شورية ودولة الحرية. شوف يا سيدي، إسلامنا لا يحتاج إلى من يعلمنا الحرية والليبرالية بالمعنى المعروف أو المعتدل لهذا. الإسلام جاء ليضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليه، جاء ليحطم القيود، الإسلام عمل إحياء قمة الإنسان. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. كلمة الإحياء دي ممكن تلخص الإسلام. الإسلام عندما يجعل العبودية لله وحده معناها أنه يحرر الإنسان من العبودية لكل الطواغيت. وذلك أنا أقول يعني، وكثيرون يقولون هذا الكلام، إن العبودية لله سبحانه وتعالى هي قمة الحرية، لأنها تحطيم كل القيود التي تقيد الإنسان وتفرض الذات الإلهية بالعبودية. إذا أنا أقول إحنا عندنا مفهوم للحرية المفروض تتعلم منه الدنيا، مش يجي هؤلاء الذين يتحدثون عن الليبرالية وعن الحرية بمعنى رفض الدين ورفض الألوهية وبهذا الفحش الذي أشرنا إلى نزع القداسة عن كل المقدسات. أنا أقول إحنا مطلوب منا نفضح هذا المفهوم للحرية كي لا يخدع بعض الحكام العرب في هؤلاء الناس، لأن الحكام العرب كشفت أمامهم معاني العلمانية، لكن لم تكشف أمامهم المعاني الليبرالية. وذلك أنا عندما أتحدث وأكتب في هذا الموضوع وأقول لهؤلاء الناس، هؤلاء أنا أقول لك، في عندنا واحد اسمه سعيد العشماوي، ده في حكام عرب كانوا جايين به كثير. واحد أحد الملوك بعت للرئيس حسني مبارك يطلب كتب سعيد العشماوي. في واحد كان بيحكم اندونيسيا اسمه واحد ولا عبد الواحد، ده قال أنا في الدنيا كلها معجب بحسن حنفي وبسعيد العشماوي. تعرف سعيد العشماوي بيتكلم في كتبه يقول القرآن فيه أخطاء لغوية وإملائية ونحوية. بيقول إن الإسلام تحول إلى دين عسكري
ادي كلام الليبراليين. نعم. تحول الى صيغه حربيه وعسكريه منذ غزوه بدر، يعني الرسول هو اللي افسد الاسلام. ده كلام يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول انه صاحب دعوه، مش دعوه. والعشوائي ده مستشار وكان قاضي، يعني يعرف معنى الفرق بين الدعوه اللي هي الادعاء وبين الدعوه. تعرف قال ايه على ابو بكر؟ خلافه ابو بكر، ان خلافه ابي بكر خلافه فاسده ومستبده ومغتصبة لحقوق النبي، وأن أبا بكر جاء بدين غير دين محمد. ده كلام أنا رديت عليه في كتاب اسمه سقوط الغلو العلماني. تاني نصر أبو زيد كتبت كتاب تفسير المركزي للإسلام، حسن حنفي غيره الكتاب اللي أنا في المطبعة الآن اللي هو قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي. يستخدمون التأويل لتفريغ الدين من الدين، يتحول الدين إلى مجرد فكر إنساني وإلى مجرد اللعبة اللي لعبها التنوير الغربي مع اليهودية والنصرانية ينقلون. وذلك أنا أقول يعني على الناس أن تدرك ليس في هؤلاء واحد عنده ذرة من الإبداع. هؤلاء نقلة لفكر التنوير الغربي حذوك النعل بالنعل. أتعلم يا أخي أن واحد من هؤلاء هو الدكتور حسن حنفي، يلا احنا بنتكلم بالله، السنة دي دعي إلى الحج من قبل وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية، وبعد ما رجع كتب انطباعاته تحت عنوان خواطر حاج، وكتبها عشان نكون واضحين في جريدة أخبار الأدب. ماذا قال؟ قال أنا جايتني الدعوة وكنت متردد ومش عايز أروح، لأنه هل المفكر عنده أسبوع يضيعه في الحج؟ أعوذ بالله. وبعدين زوجته ألحت عليه وقالت له يعني اعتبرها كأنها ندوة، فذهب إلى الحج. أعوذ بالله. وبعدين زوجته ألحت عليه وقالت له يعني اعتبرها كأنها ندوة، فذهب إلى الحج دون إحرام. ده الكلام ده هو اللي كتبه، ذهب إلى الحج دون إحرام. فلما عاد وكتب هذه الخواطر قال الكعبة بقايا وثنية جاهلية، حول ولا قوة إلا بالله، ومناسك الحج اللي هي مناسك ملة إبراهيم هي بقايا وثنية جاهلية. هذا كلام منشور، وأنا أشرت إلى المصدر اللي منشور في هذا الكلام. ما هو إحنا دلوقتي يعني أنا ما كانش بودي إن أنا أتكلم عن الأسماء، إنما أنت طلبت مني هذا، فأنا أقول إنه إحنا مطلوب كشف وفضح هذا هو المطلوب، حتى لا يعني يغتر بهم أحد، وحتى لا يخدع فيهم أحد، وحتى لا يتولون تعليم أبنائنا وأبناء المسلمين مثل هذا الكفر البواح في الجامعات. هل هؤلاء يعني قيادات خارج البلاد الإسلامية وفي داخل البلاد الإسلامية؟ طبعا هم النهارده في تيار جديد اسمه الليبراليين الجدد، بمعنى دول بقى تلامذة أمريكا، عبيد كونداليزا رايس، أيوة، الذين يروجون للمشروع الأمريكي، مشروع الفوضى الخلاقة التي تجزئ وتقسم وتجعل هذا البلاء الذي نعيش فيه. أنا أسأل أين هؤلاء من المقاومة للغزو الصليبية الصهيونية على امتداد العالم؟ لن تجد واحدا منهم إلا مدافعا عن المشروع الأمريكي وعن الليبرالية الأمريكية، ومدافعا عن التطبيع مع إسرائيل، ومعاديا للإسلام. يا سيدي إحنا عشرات السنين بح صوتنا، هناك حرب على الإسلام وهم يهزؤون منا ويسخرون منه. لما أعلنت الحرب رسميا بعد 11 سبتمبر الآن يقولون إن إحنا السبب في هذا، وإنه الإسلاميين كذا والى آخره. يعني أنا عايز أقول هؤلاء مواقعهم مع العدو. طب عندما حدثت إساءات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإساءات في الغرب قديمة، إنما عندما حدثت هذه الإساءات ماذا كان موقفهم؟ كلهم كانوا ناقدين لتحرك الشارع العربي وغضبة الأمة لرسولها صلى الله عليه وسلم ولمقدساتها. ما موقفهم من الحرب المعلنة الآن والتي تمارس في العراق وفي الشيشان وفي فلسطين وفي جنوب السودان وإلى آخره؟ ما هو موقفهم؟ يروجون
للحرب الاستباقية، يدافعون عن تدخل الغرب في شؤوننا الداخلية، ويكتبون ويقولون نحن في عصر العولمة، عصر الدولة منقوصة السيادة. ولست أدري لما تكون دولنا هي المنقوصة السيادة، ولما لا تكون أمريكا منقوصة السيادة؟ هذه مواقعهم، هذه مواقفهم. ولذلك أنا أقول وضعوا أنفسهم في موضع الخوف. لماذا؟ أنت إذا نزعت الدين من الأمة فأنت تنزع سلاحها وهي في حالة حرب. هذه الأمة على مر التاريخ كانت صيحة وإسلاما هي المظلة التي تجمع الأمة في لحظات الخطر وفي لحظات اهتداداتهم في الغرب. طبعا هؤلاء قبلتهم في الغرب، يعني زي ما البهائيين قبلتهم في اسرائيل، هؤلاء قبلتهم في الغرب. لان هم دلوقتي بيروجون الغرب. انا بقول لك دول احفاد بونابرت. طيب يعني مثلا اليس يعني يعتبر هذا يعني مما تقول، يعني ما تقوله الان انت، يعني هل يعتبر يعني من مجرد عدائك لهم ويعني هذا تنادي منك عليهم مثلا، ام ما هي ادلتك انت وما هي سماهم التي يعني يراها المسلم العادي او المسلم الذي يقرأ الصحف ويشاهد الفضائيات؟ يعني انا اولا ليس بيني وبين احد منهم منافسه. نعم. انا رجل لم اشتغل طوال حياتي بالوظائف، وحتى رفضت ان اذهب الى الجامعات، لا جامعات محليه ولا جامعات نفطيه، لانه اثرت ان امتلك كل حريتي لمشروعي الفكري. دي وبالتالي انا ليس بيني وبينهم نزاع في قضيه بل اقول لك انني على المستوى الشخصي في علاقات حميمه بيني وبين بعض هؤلاء الناس. يعني لانه كان على المستوى الشخصي تجد رجل ظريف والى اخره، لكن انا في فكري واواجهه بهذا الكلام. القضيه ليس فيها بعد شخصي، انما هي القضيه نحن ندافع عن دين، ندافع عن سلاح الامه وهي في انت شخصيا يا دكتور محمد، انت والدعاة المسلمين يعني في جميع انحاء العالم الاسلامي ليس بينكم وبينهم عداء او ضغينه اطلاقا، انما هم ايضا يتحاملون على الدعاة، يعني ويتهمون الدعاة بانهم جهله وانهم لا يفهمون وانهم يعني لا يعرفون الحياه المعاصره وما الى ذلك. هذا ليس هذا تحامل؟ يعني انا اقول ان هذه دعوه باطله منهم. احنا عندنا الجيل من الاسلاميين تعلموا في الغرب وعندهم علوم الغرب. انت النهارده عندنا في بلد زي مصر لما بتعمل انتخابات لنقابه العلميين، يعني بتوع الكيمياء والطبيعه والفيزياء والفلك والرياضيات، بينجح الاسلاميين. يعني الاسلاميين مش دراويش، يعني ما همش جامدين، هذا شغل خلي فيهم، هذه تهمتهم. ما هو انا تهمتهم انك يعني من مجرد عدائك للغرب فانت تعاديهم لانهم يعني يرون ان الحريه لا يرون الغرب. ايضا لا نعادي الغرب كغرب، لأن الغرب فيه إنسان غربي ليس بيننا وبينه مشكلة، في علم غربي نحن نتتلمذ على العلم الغربي لأنه مشترك إنساني عام. إحنا عدائنا الغرب أو مشكلتنا مع الغرب مع مؤسسات الهيمنة الغربية. أيوة، إذا ما هو ردك ما دام ليس في قلبك عداء لهم ولا تحامل ولا يعني غضاضة في نفسك على أشخاصهم، يعني هم يرون عفوا أن الإسلام يعني دين متخلف ومتزمت لا يتناسب وروح العصر الجديد، وأنت شخصيا متهم من قبلهم بأنك إنسان متزمت وأنك تتحامل عليهم وأنك متخلف وأنك لا تريد الانطلاقة، تريد أن تقيد الشعوب بتعاليم معينة ومكانك سر. فماذا ترد على هذه النقطة؟ احنا أولا نقول لهم أنه إذا كان في الدعاة الإسلاميين ناس بالفعل في ناس عن اهل جنود واهل تخلف واهل تقليد، هذا صحيح، ولكن العلمانيين والليبراليين هؤلاء اهل انفلات. يعني انا عايز اقول انه رد للفعل، التطرف، الغلو هو بين الجنود وبين الانفلات. انما التيار الوسطي بقى انت عندما تقرا الشيخ الغزالي، عندما تقرا الشيخ يوسف القرضاوي، عندما تقرا هذا التيار اللي هو منذ محمد عبده ورشيد رضا والى اخره، تجد تيار اسلامي متقدم مستنير مستقبلي بيقدم معارك. يتهمون هذا التيار بالعنف ويتهمون هذا التيار بالعنف شيء اخر، يتهمون هذا التيار بالعدائيه. العنف شيء اخر، هذا العنف اللي احنا بنرفضه العنف العشوائي.
الذي يوجه نيرانه إلى استقرار المجتمعات الإسلامية. إنما العنف الجهادي الذي يقاتل العدو، يقاتل الصهيونية، يقاتل الأمريكان، هذا عنف مشروع، بل هو فريضة بحكم الدين وبحكم الشرائع الأرضية والقوانين الدولية، بأن لهم دور في الخذلان السياسي في العالم العربي والإسلام المعاصر. فما هي أدلتك على ذلك؟ أنا أقول لك أنه عندما يكتبون عن يحسنون وجه الغرب، يروجون للمشاريع الغربية، يتحدثون عن مشروعية الحرب الاستباقية، يعني أمريكا تيجي تهاجمنا وتهاجم العراق وتهاجم أفغانستان بلا سبب، عندما يدافعون عن نظرية الدولة منقوصة السيادة لكي يتدخل الغرب في شؤوننا الداخلية ولكي يكون هناك استقواء بهذا الغرب. يعني كل هذه معالم لتفكير يحاول عندما يروجون للعلمانية الغربية. عندما احنا النهارده عندنا ناس يطالبون في مصر بتعديل الماده الثانيه من الدستور اللي هي بتنص على ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع والتي تقول ان الاسلام هو دين الدوله الرسمي. اذا هو يريد تغيير هويه الامه لكي تجتاح العلمانيه الغربيه والمنظومه الغربيه عالم الاسلام. يعني مصر التي عاشت طوال 14 قرن قلب العالم الإسلامي وتحمي العالم الإسلامي وتقدم الإسلام وهي بلد الأزهر وإلى آخره، يريدون نزع هذه الهوية. هم يكتبون يقولون ليست هناك ثوابت. ده كلام يعني ولا منشور فعلا، ولا أحد يسأل عن الهوية. إذا أنت تنزع هوية الأمة، بصمة الأمة وخصوصية الأمة وثقافة الأمة وهوية الأمة. إذا أنا أقول هؤلاء يجردونك من سلاحك وأنت في حرب. أنا أقول هذا فكر يمثل خيانة، لأن نزع السلاح في حالة الحرب هو قمة الخيانة. ولذلك أنا أقول إنه هؤلاء يعني أنا كتبت مع يعني وأنا بناقش واحد منهم في كتاب لما كتبت كتاب التفسير الماركسي للإسلام وأنا بناقش نصر بيه، قلت له أنا لا بكفر ولا بخون ولا بفسق ولا أودع، إنما أنا أطلب منك أن تراجع أفكارهم. كثيرين لا راجعوا أفكارهم. إذا نحن يعني نمد لهم حبال النجاة. هل هناك إمكانية توافق يعني بين يعني هؤلاء وبين الدعاة بين المسلمين، يعني ليجلسوا ويتحاوروا ويقنعوهم بأنهم على خطأ؟ أنا حاورت بعضهم، أنا حاورت فرج فودة وحاورت فؤاد زكريا وحاورت الدكتور محمد خلف الله وحاورت نصر أبو زيد في قناة الجزيرة أول ما طلعت قناة الجزيرة سنة 96 في برنامج الاتجاه المعاكس، المرة الوحيدة اللي ذهبت إليه. يعني حاورنا والكتب التي نكتبها هي حوار مع هؤلاء الناس. لكن أنا أقول يعني نفر من هؤلاء الناس هم عملاء للغرب. حوار مع هؤلاء الناس. لكن أنا أقول يعني نفر من هؤلاء الناس هم عملاء للغرب. عملاء للغرب ومنهم من يعيش في الغرب. أنا أضرب لك مثلا، احنا من عدة سنوات عقد مؤتمر في أمريكا لدراسة الحالة الإسلامية، وكان مقرر هذا المؤتمر ريتشارد ميرفي اللي كان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية. وبعد المؤتمر قال يعني الإسلام ليس كله سيء، هناك إسلام مستنير يمثله حسن حنفي، يمثله سعيد العشماوي، يمثله محمد شحرور. يعني الغرب يعلن عن أن هؤلاء هم رجال، يعلن عن أن هؤلاء هم وصلوا دكتور محمد وتربعوا على عرش وسائل الإعلام وعلى عرش الساسة. أريد الإجابة بعد غير الفاصل. فاصل قصير أيها الأحبة ثم نعود بإذن الله تعالى. قضايا معاصرة. المثل الثاني اللي أنا عايز أشيره، منذ سنوات مصر الدولة قبضت على مجموعة شبان وقالوا ده فيه شذوذ جنسي وكان في عوامة يمارسون عبادة الشيطان والشذوذ الجنسي. أتعلم أن بعض الليبراليين والعلمانيين منهم واحد شاعر ومنهم واحد مخرج سينمائي
اشتركوا في مظاهرة في باريس ضد مصر لأنها تحاكم الشباب. نقول هذا الكلام، نفتح هؤلاء العملاء. يعني كي نقول للحكام أو العقلاء من الحكام هؤلاء لا يليق بكم أن تستندوا إليهم، لأن كثير من الحكام لا يقرأون ولا يفهموا، يعني الحاكم مشغول بحاجات اخرى وثقافته وتكوينه قد لا يكون له. مين منهم عنده استعداد يقرا المجلدات اللي احنا بنقراها وبنطلع منها الكلام المسيء الى الاسلام؟ يعني انا عايز اقول لو كشفت الاوراق بموضوعيه وبعقلانيه ممكن كثير من الحكام اللي مغشوشين في هؤلاء الناس ممكن انهم يفيقوا. ايضا احنا عايزين نقول اذا يمكن كشف هذه الاوراق بالموضوعيه وبسن وباسلوب. يعني انا ساضرب لك مثلا، احنا الان رغم انه كثير من الناس يعني عندهم نوع من اليأس والقنوط والتشاؤم من حال الامه، لكن انا لما اجيب شهاده لقسيس الماني يقول ماذا صنعت العلمانيه باوروبا، ده انا نكشف وشاهد شاهد من اهلها. طيب انا عايز اقول انا معايا اوراق المونسنيور جوزيبي برنارديني قال في حضرة بابا الغني ده في الفاتيكان يعني كاردينال كبير في سنة 99 بيقول ان العالم الاسلامي يفتح اوروبا فتحا جديدا. الثاني اللي هو الكاردينال بول بوبر، ده مساعد بابا الفاتيكان ومسؤول المجلس الفاتيكاني للثقافة، بيتكلم ان التحدي الذي يشكله الاسلام يكمن في انه دين وثقافة ومجتمع واسلوب حياة وتفكير وتصرف، يعني ضد العلمانية. العلمانية عايزة تحوله الى مجرد شعائر وعبادات في المساجد. فاذا بيشتكي من ان الاسلام منهج شامل، فنقول لهم تعالوا العلمانيين عايزين يشيلوا شمول الاسلام. انا بقى الاسبوع ده معايا الملحق الثقافي لجريدة الشرق الاوسط بتاعت ايه اللي هي بتطلع في اللي هو المنتدى الثقافي. ملحق المنتدى الثقافي الذي جريدة الشرق عن الشرق الاوسط، المنتدى الثقافي. في عرض لكتاب، الكتاب عبارة عن ايه؟ حوار بين البابا الحالي في الفاتيكان وبين واحد ملحد، ومقال من البابا ومقال من الملحد ومقدمة منهم الاثنين. البابا طبعا معروف والرجل الملحد اسمه بيرة. الكتاب اسمه ايه؟ بلا جذور، الغرب، النسبية، الاسلام والمسيحية. النسبية دي العلمانية ما فيهاش قداسة، ما فيهاش مطلق. فبيقول ايه البابا؟ بيقول انه قلق. ليه؟ ايه سبب القلق بتاع البابا؟ 3 مخاوف تخيف البابا. اول المخاوف يتلخص في ان معدلات المواليد في غالب الدول الاوروبية تراجعت، الشيء الذي اثر على استمرار التوازن السكاني. واذا صحت التكهنات فان عدة شعوب اوروبية خصوصا الالمان والايطاليين والاسبانيين ربما لا تعد موجودة قبل نهاية القرن الحالي. يعني الانانية العلمانية اللي مفيش جواز مفيش انجاب ولا اخره ويقضي وطره كالحيوان، ده اول مخاوف تقلص الاسلام في اوروبا. ثاني المخاوف شو بقى؟ يمكن تلخيصه في ان المكان الذي تتركه الاجيال الاوروبية الجديدة شاغرا يملأه المهاجرون المسلمين. نعم. ثالثا هناك قلق يتمثل في احتمال ان اوروبا ربما لم تصبح قادرة او لديها الرغبة او الشجاعة الاخلاقية في القتال من اجل اي شيء حتى حريتها. واعترف البابا بان مسيحية غالبية الاوروبيين تقتصر على انتماء الاسرة التقليدي للمسيحية. والمحاور الاخر اللي هو بيرة بيتحدث عن ان اوروبا مهددة بان تصبح جزءا من دار الاسلام. العلمانيين عايزيننا احنا
يصنع بنا ما صنعته العلمانية في أوروبا. أصبحت فراغ، لم تعد مسيحية. البابا الحالي بيشتكي من أنه الفراغ اللي تحدثه العلمانية يملأه الإسلام، وأن أوروبا مهددة أن تصبح جزءا من عالم الإسلام. أنا بقول هذا الكلام أولا عشان نكشف مقاصد العلمانيين. الأمر الثاني كي لا يصيبنا اليأس والقنوط، لنعلم أن الإسلام يحدث الانتصارات رغم ضعف أهله، وعلى مر التاريخ كان يحدث انتصارات في ظل ضعف الحكومات وفي ظل ضعف أهله. إذا أنا أقول هذا السلاح هنا، من الذي يفرط في الإسلام الذي يشكو البابا من أنه يغزو أوروبا ويفتح أوروبا فتحا جديدا وهو في أوج ضعفه، وهو في ضعف أهله. نعم. ضعف أهله. نعم. أنا أقول أنه لو أنت قرأت التاريخ تجد أن الانتصارات الكبرى للإسلام كانت تحدث في ظل ضعف النظام الإسلامي. ليه؟ لأنه في ظل ضعف النظام الإسلامي يبرز جوهر الإسلام ويتألق الإسلام. إنما أنت النهارده لما تيجي تقول لي المنظومة الأوروبية دي منظومة بتفرضها علينا أوروبا، إنما يبقى الدول الإسلامية دول ضعيفة وغلبانة، يبقى اللي بيحرز انتصار مين؟ الإسلام مش المسلمين. يعني الإسلام بذاته هو مصدر القوة. فأنا أقول عندما يشتكي الكاردينال في الفاتيكان من أنه خطر الإسلام، تحدي الإسلام أنه منهاج شامل، وتأتي العلمانية تريد أن تحجم الإسلام في المحاريب وفي المساجد، وأنك عندما تخرج من المسجد تلبس حذاءك فتترك الإسلام في داخل تحرير المرأة وقضية المرأة وما إلى ذلك. شوف أنا أقول مرة أخرى، احنا علينا ان نخرج من الجمود والتقليد الذي يهمش المرأة. الإسلام حرر المرأة. الإسلام هو الذي حرر، ويكتب اسمه التحرير الإسلامي للمرأة. بقول لنرجع إلى نموذج النبوة ومدرسة النبوة. أتعلم أنه لما علماءنا كتبوا أسد الغابة والإصابة وأحسن الصحابة القيادات الريادات اللي تعلمت في مدرسة النبوة، عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عدد الذين آمنوا 124,000، لكن العلماء أحصوا النخبة الصفوة اللي تعلمت في مدرسة النبوة أحصوا حوالي 8,000. لما تقرأ أنت أسد الغابة أو الإصابة تجد عدد الصحابة اللي رصدوا هو هذا العدد. أتعلم أن 8,000 دين فيهم أكثر من 1,000 امرأة تربت كقيادات في مدرسة النبوة وقاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، وقاتلت نسيبة بنت كعب الأنصارية وقطعت يدها في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب. يعني أنا أقول الإسلام هو الذي حرر المرأة وله نموذج. لماذا الآن يهاجمون المرأة المسلمة ويريدون أن تخرج يعني بطريقة يريدون الغلو، أنا أقول الانفلات، وهم يسلطون الضوء على بعض الكلام لبعض الإسلاميين اللي عايز يحبس المرأة وعايز يهمش المرأة وعايز يعني يستغلونه ويأتون من جهة أخرى. يسلطون الضوء على العورات الفكرية وليس على جوهر الإسلام. عشان كده أنا بقول دائما السلاح المنهج هو الوسطية الإسلامية. نحن نريد تحرير المرأة لكن لتظل أنثى، لتظل محافظة على فطرة التمايز بين الذكورة والأنوثة، لا تصبح المرأة رجلا ويصبح الرجل امرأة. أنا بالمناسبة يعني مرة واحد بيسألني إيه تعريفك للمثقف العلماني؟ قلت له مثقف مخنث. مثقف ماذا؟ مخنث. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس ذكورا وإناثا، لكن في جنس ثالث المخنث لا هو كامل الذكورة ولا هو كامل الأنوثة، بين ذلك لا إله إلا الله. هذا هو تعريف العلمانيين والليبراليين. العلماني هو عبارة عن إيه؟ لا هو كامل الإسلام ولا هو كامل الكفر. إذا هو مثقف مخنث يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. ولذلك أنا نريد أن نكشف لهم هذه العورة التي يعيشونها لكي يكونوا كاملي الإسلام. يبقى الإسلام منهاج شامل، مش الإسلام اللي بيشتكي منه الكاردينال الفاتيكاني انه عيب وتحديه لأنه منهاج شامل. هم يريدون أن يؤمن الناس ببعض الكتاب ويكفرون. ممكن تروح تصلي وتصوم ويدخلوا دي علاقة بينك وبين ربنا، يحولون الإسلام إلى نصرانية، يعني مجرد علاقة بين الإنسان والخالق. الإسلام ليس هكذا، الإسلام منهاج شامل. وعشان كده أنا عايز أقول إن منهاج
الصحيح لمحاربة هذا الغلو العلماني وهذا الغلو في الجمود والتقليد هو الوسطية الإسلامية التي تعيدنا مرة أخرى إلى تطبيق نموذج النبوة وتعيدنا إلى